أبغض الحلال عند الله الطلاق. مشاهدينا الكرام، نزلنا اليوم إلى الشارع بصدد رصد آراء الناس حول الآباء الذين يتخلون عن أبنائهم بعد الطلاق. تابعونا. هو نهار الأول باش تتزوج يتحمل المسؤولية مهما كان الحال، معناتها ولادو هادو اللي راح يصرف عليهم راهم الكبدة تاعو، وكيما نقولوا حنا راه يفرضوا عين عليه باش يصرف عليها. فيما يخص هذا الموضوع تاع الراجل اللي يسمح في وليداته كي يطلق مع المرأة، هذا خطأ. ما لازمش يسمح في وليداته مهما كان ولاده، هذا رزق من عند ربي سبحانه. يقدر ينفق عليهم، ما قدرش يدير كاع مجهوده يخدم، لازم ينفق على وليداته، لازم يحوس عليهم سيرتو. هادو وليداتو مهما كان ما يتفاهمش مع الزوجه تاعو، معليش هذه ربي كتب الطلاق بيناتهم. ما يهمو الدراري، باش خاطر دراري يعقلوا على الوالدين، يعقلوا على باللي والديهم ما نساوهمش، والديهم توجور ما سمحوش فيهم. علاه؟ باسكو هادو دمهم ولحمهم، وليداتهم لازم بين المراه والراجل ما تفاهموش، الله يسهل. بصح الدراري توجور عندك واجبات حداهم، ولازم تاني المرأة تتفهم الراجل كي يحوس على ولادو، المرأة تخلي له حقه يروح يشوف ولادو، والوقت اللي يعطوه له باش يشوف ولادو ولا باش يزورهم ولا باش يديهم ولا عنده حق، تخلي له كامل الحقوق تاوعو. ودوك الوقت تطور، ماشي كيما بكري كانوا يهربوا دراري يخافوا عليهم يدوهم لهم يخافوا. صح لا دوكا كاين القانون كاين كلش، دونك هو بروحه ماحش يتعدى على القانون، يسحق وليداته يشوفهم وهذه هي. بالنسبة للموضوع هذا هو جد خطير بالنسبة للآباء اللي راهم يسمعوا في ولادهم. الأبناء دوكا سي راهم محتاجين الآباء تاعهم كيفاش الإنسان يخلي وليده في هذه الظروف، سورتو الوضع راهو صعيب. دونك أنا ندعو الآباء هذوما باش يفكروا مليح، يعني في مصير الأبناء هذوما، وين راح يروحوا، وين راح الشيء اللي راح يصرى فيهم. هذا هو.